ايه مالك يا عم الحاج قلقان؟ هل الاهلي هيواجه مشكله بسبب اصابه زيزو وامام عاشور؟ تعرض نجم النادي الاهلي احمد مصطفى زيزو الاصابه لما كانوا بيلعبوا انبي في الماتش اللي خلص تعادل 1-1، واستبدلوا عماد النحاس في الشوط الاول عشان ما قدرش يكمل. وكانت دي المشاركه الاولى لامام عاشور بعد ما رجع من اصابه كتفه وتعافى منها، اللي اتعرض لها في ماتش انتر ميامي في اول جوله للمارد الاحمر في كاس العالم للانديه، لما لعبوا انتر ميامي وتعادلوا معاهم 0-0 بوجود ميسي في انتر ميامي، وعملوا عليه اداء خرافي. التفاصيل بتاعت إصابة إمه: قيء شديد وعنيف جدا جاله قبل ماتش إنبي بيوم، والجهاز كان عايز يستبدله ويشيله من القائمة، لكن هو أصر إنه يلعب ويشارك، وبدأ مصلحة النادي الأهلي على مصلحته الشخصية، وهي دي الروح والانتماء اللي بيتميز بيها لعيبة النادي الأهلي. وبعد الماتش إمام عاشور راح المستشفى واكتشف إن عنده مرض في جدار المعدة، هيستوجب بس وجوده في المستشفى 3 أيام، مش خطير ولا حاجة. والجهاز الطبي بيقول إن زيزو هيغيب لمدة أسبوع، وطبقا لكلام كابتن أحمد شوبير نجم النادي الأهلي السابق وحارس مرمى منتخب مصر، قال إن زيزو هيغيب لمدة أسبوع، بس هيعمل فحوصات النهاردة وأشعة رنين، والموضوع ما يستوجبش الخطورة اللي هو يغيب لفترة طويلة. والأهلي ياما مر بأزمات وقادر إنه يعدي الأزمة البسيطة دي. هو في المركز ال 15، الأهلي في منطقة دافئة لأول مرة في التاريخ، والأول مرة من فترات كبيرة جدا. احنا في بداية الدوري لسه، واللي جاي طلق حي.